السلام عليكم. معكم احمد نزار. مؤخرا كانتشر واحد الخبر في السوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي على ايقاف واحد الطيار بيلاروسي كان خدام في شركه الخطوط الملكيه المغربيه. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غنقول لكم السوجي من الاول حتى الاخر، وقبل من داكشي نعطيكم تعريف على راسي بعجاله والدور ديالي انا والاصدقاء ديالي في ايقاف هذا الطيار البيلاروسي. اذا معكم احمد نزار، 16 سنه، مولود بمدينه العيون. كنقرا في اولى باك علوم رياضيه، مهتم بالطيران، والحلم ديالي نولي طيار مدني ان شاء الله. كوني محب الطيران المغربي او من الركن اكيد بطبيعه الحال غنكون كنبغي شي حاجه سميتها الخطوط الملكيه المغربيه ومهتم بها وكنتبع وعارف اي جديد عليها. واحد النهار بالصدفه وانا شاد التليفون ديالي كنتفرج، كتطلع ليا الكونت ديال واحد الطيار بيلاروسي خدام في شركه الخطوط الملكيه المغربيه. كنت درت ليه ابوني، تابعته كنتفرج فيه ديما في ستوريات ديالو اللي كيلوح البوستات اللي كيلوح محتوى زوين عنده علاقه بالطيران في المغرب، داكشي كيعجبني. وانا شاد التليفون كنتفرج عاوتاني كيطلع ليا ستوري ديالو اللي هو كاي مغربي فاش غيشوف هاد التصوير هادي بطبيعه الحال ما غيرضاش. مشيت انا دويت معاه قلت ليه راه ديك اللوكاليزاسيون اللي درتي راه ماشي هي هذيك، من الاحسن تحيدها دير وحده اخرى اللي مكتوبه فيها العيون الصحراء المغربيه. صافي 5 دقائق مور ما دويت معاه رجعت كنشوفو بلوكاني، كنقول هذا علاش بلوكاني، شنو السبب اللي يخليه بلوكين. فمشيت عند صاحبي احمد، طيار متدرب في المانيا، عاودت ليه القصه وقلت ليه سير دوي معاه، راه هادشي اللي دار راه ماشي هو هذاك، وقول ليه راه هادشي اللي كدير راه خطير عليك. صافي مشى دوا معاه ودوا معاه بالاداب ديال بصح. ها هي التصويره فاش دوا معاه حتى هو دار نفس الحاجه، مشى بلوكاه. فاش بلوكانا حنا بجوج قلت هادشي ماشي طبيعي. دخلت عنده الكونت ديالو، واخا مبلوكيني كانت كطلع ليا التصويره بحال هكا اللي فيها البيو ديالو والرايات اللي حاط في البيو ديالو، منها واحد الرايه تالت الانتباه ديالي. فاش ديك الرايه تالت الانتباه ديالي مشيت نيشان عند الصفحه الرسميه ديال الطيران في المغرب، حيت عارف عنده واحد الشهره كبيره في التواصل الاجتماعي سواء في انستغرام ولا في فيسبوك، خاصه في فيسبوك. شرحت ليه اش كاين، شاف كلشي بالدلائل، حتى هو ما عجبوش الحال وقال لي صافي انا نشوف اش غندير، وخليته يشوف اش غيدير. مشيت جمعت مجموعه من الاصدقاء ديالي اللي في نفس العمر ديالي ودرنا الشكايه